السلام عليكم، صباح الخير اخواني الفلاحين. معكم زمال حسام من بلدية بابار، رفقة المحطة الجهوية لولاية باتنا. كما راكم تشوفوا رانا في رحلة استكشافية حول تقصي الجراد اللي يعتبر آفة، وأماكن التكاثر تاعو هي هذه المناطق لي زيبونداج دي كرو، يعني الفيض. هنا رانا في النفيضة تاع ما بين الصفيحة ومحيط كوجيل. ما راكم تشوفوا بعد التساقطات الأخيرة اللي أدت إلى ظهور الفيجيتاسيون، يعني النباتات الخضراء بكثرة، اللي تعتبر كل الظروف الملائمة للديفلوبمون لتطور الجراد ونموه، إلا أنه لم يتم تقصي أي ضرر ولا ظهور لتكاثر الجراد. كما راكم تشوفوا هذو لي زيتوف، هذو هي المناطق المفضلة للجراد. هنا راكم تشوفوا راهي خضراء ما شاء الله. هذه هي المناطق اللي راح يتكاثر فيها بقوة. ورانا هنا واقفين بعد الشكاوي تاع بعض الفلاحين، ولكن نخرجوا ما نلقاوش، لانه هذا هو الوقت تاع النشاط تاعو والتكاثر اعتياديا. ولكن مع انخفاض درجة الحرارة، يعني البرودة، ما كانش حتى اثر تاع الجراد عليكم. هذه هي، وما زلنا ننتقلوا لبعض المحيطات. اشاك فوا نديرو هكا اون فيديو باش نوضحوا للرأي العام. ولكن كاين ناس تخلط ما بين الجراد ولي شوني ولي مينوز، شوني مينوز ديفولياتريس تاع اللي تظهر في الجلبانة وفي الخضروات. هذوك النشاط نتاعهم دينوكتويال، يعني ليلية، والاعراض تاعهم ولا القضامات تاعهم تختلف، ماهيش كيما نتاع الجراد. والجراد ما يروحش الحاجه اللي خشينا، يعني سيرتو هذا الجراد المحلي ما يروحش، يعني اللي الورقه تاع الجلبانه ولا تاع الفول والزليق هذوك خشان عليه، يروح للشعير الصغير. لكن مع انخفاض درجات الحراره كما قلنا ما كانش. وكيما يكون الجراد راك كيما تقيس كيما هيك يطير، اي انه ما كانش هنا، ما كانش ظهور حتى، ما كانش خلاص الاثر تاعو. هذه هي، ونحييكم والسلام عليكم.